ما تيجي اقول لك على اكبر غلطه ممكن يقع فيها اي اتش ار. بس قبل ما اقول لك على الغلطه تعالى اقول لك تجربه مجموعه ماجد الفطيم مع ضغط التوظيف. وكان عندهم تحدي في توسعهم في السعوديه، كانوا محتاجين سنترلايزد سيستم يحافظ على الجوده وفي نفس الوقت لوكال هايرنج بيفهم السوق. فعملوا حركه ذكيه ودمجوا ما بين الاثنين، فبنوا نظام توظيف مركزي يتبع المعايير العالميه وبيستخدم اي تولز زي اي سكرين، وفي نفس الوقت خلوا القرار على الارض علشان الفرق المحليه اللي فاهمه السوق هي اللي تاخد القرار. دول مش بس وظفوا اسرع، دول وظفوا اسرع واصح، وتجربه الموظف بقت بتبدا من اول يوم صح. فالغلطه اللي كان ممكن يقع فيها اي اتش ار انه بيفتكر ان اي نظام توظيف ينفع لاي سوق، بس الحقيقه ان اللي بينجح في مكان مش شرط ينجح في مكان تاني. فالصح انك تبني السيستم بتاعك على حسب احتياجات الشركه والانسب ليها، وده بالظبط اللي بنحاول نوصله ليك في ورشه الاي اي فور اتش ار، انك تبقى بتتحرك وبتتحكم في التولز بس بطريقتك انت. فلو عايز تبقى الاتش ار الصح احجز مكانك دلوقتي في ورشه الاي اي فور اتش ار. وما تنساش لو عايز تتعلم داتا واي اي يبقى ماشين 5.